خير الكلام ما قل ودل. تعرف الجملة دي اتقالت ليه؟ أو فين؟ أو مين اللي قالها؟ لو تعرف دي حاجة حلوة أوي، ولو ما تعرفش برضه دي حاجة حلوة أوي، لأنك ساعتها لو عايز تعرف هتسمع مني 30 جملة في 30 حلقة طول رمضان. أنا دكتور فويس محمد عادل، وده برنامج جملة مفيدة. السلام عليكم، رمضان كريم وكل سنة وكلكم طيبين. طبعا احنا الناس اللي بتسمعنا قبل كده على قناة اليوتيوب عارفة ان احنا بنعمل حلقات هب وقلش فخم. منين؟ الله ينور عليكم، من كوكب زحل الفخم. وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك بنعمل مقاطع دوبلاج والكوميك وخلافه بننشرها عليه، اللي هي برضه جايه لكم من كوكب زحل الفخم. تمام. المهم يا سيدي ان احنا قررنا في رمضان نعمل حاجه جديده وخفيفه، وعلى فكره انا عامل لكم كلها صوت، يعني هريحكم من وشي شويه بقى، يعني كفايه عليكم كده قوي. فقررنا ان احنا نعمل حاجه خفيفه وبتبقى في نفس الوقت مفيده، زي بالظبط حلقاتنا من قرش الفخم او اي حاجه انا بعملها. زي ما قلت لكم يا اولاد، انا بحاول ادمج الدوبلاج او التعليق الصوتي او الكوميك او حتى حلقات الابد والقرش الفخم، ان انا اعمل بيها حاجه مفيده واطلع بيها فكره جديده باسلوبنا احنا، وان شاء الله انها تعجبكم. بناخد الافكار كلها واطلع على كوكب زحل، اخد العربيه اركن عند الكوكب، اضربها في الخلاط، اجيبها لكم، والحمد لله الدنيا ماشيه زي الفل. فرجالتنا القدام اللي عارفيننا وحاجزين اماكن على الكوكب منورين، اهلا بيكم في الحلقات الجديده ان شاء الله في رمضان. والرجاله الجديده اللي هتسمعنا ان شاء الله باذن الله الحلقات تعجبكم وتبقى خفيفه عليكم باذن الله. وتتابعونا بقى في بقيه القلش والهبد الفخم وبقيه الاعمال اللي احنا بنعملها سواء على الفيس او الانستا او حتى على اليوتيوب. انا والله يا اولاد قلت يعني بما اننا في رمضان فاحنا نحاول نعمل حاجه خفيفه برضه فيها ضحك وفيها هزار، لان ما تلاقوش يعني كوكب زحل معانا. الناس اللي فاكره بقى رمضان جه هنلغي الكوكب بقى ونشتغل، لا 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 لا، الجنان معانا باذن الله مكمل، مفيش مشكله. والجنان اصله زي ما قلت لكم من الكوكب، فالرجاله القديمه ما تقلقش، والرجاله الجديده تخش كده بنيه صافيه وتتوكل على الله. فقررت اعمل برنامج جديد اسميه لكم جمله مفيده. يعني ايه جمله مفيده؟ الجمله المفيده او الجمله اللي لها معنى مش شرط انها تيجي من راجل كبير قد جدك عنده 70 ولا 80 سنه، او ست كبيره، او تجيلك من واحد مهم رئيس او وزير او سلطان او ملك او اي حاجه. ممكن تيجي من شخص عادي زيه وزيك بالظبط، او حتى من عيل صغير، او ممكن تيجي لك حتى من افواه المجانين يا راجل. المهم ان اي جمله مفيده احنا ناخدها، او اي جمله معروفه بنرددها او بنسمعها هناخدها ونعرف اتقالت امتى وازاي وليه، برضه بطريقتنا زي ما قلت لكم الهبد والقلش الفخم اللي جاي من كوكب زحل. والمهم ان احنا في الاخر زي ما قلت لكم نستفيد ونطلع بحاجه مفيده. فاول جمله النهارده بما اننا اول يوم رمضان وعايزين نبقى حلوين كده مع بعض في الاول، ما تقفلش الحلقه قبل ما تبدا، هي وحوي يا وحوي يوحى. الجمله دي اشهر جمله في رمضان، ريح دماغك، اشهر جمله واشهر اغنيه واشهر كل حاجه طول رمضان على مدار السنين. اول ما رمضان يجي والهلال يطلع والدنيا حلوه، العيال تاخد الفوانيس وتنزل وحوي يا وحوي يوحى، وحوي يا وحوي يوحى، والناس الكبيره تسقف والناس الصغيره تسقف والدنيا كلها حلوه، والاغنيه تشتغل في كل حته على الراديو وعلى الموبايل وعلى السماعات وفي الكافيتريات وفي الشوارع وفي العربيات وفي كل حته. طيب في ناس فاكرين ان اول مره اتقال الجمله دي كانت تظهر في كلمات الاغنيه اللي غناها الفنان احمد عبد القادر. لا 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 خالص. رجع لي بقى بظهرك كده ورا شويه، ارجع بسنين، ارجع اعدل عجلك كمان هوب اقف يا سيدي. لو رجعت لحد العصر الفرعوني يبقى انت كده وصلت لاول حاجه، العصر الفرعوني. الجمله دي يعني في بعض المؤرخين بيرجعوا تاريخها الى العصر الفرعوني واللغه الهيروغليفيه، وقال لك ان كلمه وحوي يا وحوي الجزء الاول دي معناها فرحه او مرحه، او كانك بتقول لواحد عاش مثلا على حاجه حلوه عملها. واياحه دي هي بتشير الى اسم الملكه اياحد اللي هي كانت مرات الملك سقنطرع وام الملك كاموس والملك احمس اللي هو طرد الاكسوس. الست دي رجاله كانت ست زي الفل. واياح على فكره معناها معناها القمر. ركز معايا عشان الحته دي هي اللي هتظبط معانا الجمله كلها. والله لما جم الاكسوس دخلوا مصر، الملكه اياح راحت لجوزها الملك سقنطرع قالت له يا سقنن ما ينفعش نسيب الاكسوس طايحين في البلد عايزين نطرده. المهم الملك سقنن قام وحاول يطرد الاكسوس يعني مشكورا ولكنه مات. الملكه اياح تسكت؟ لا، راحت رايحه لابنها الكبير كاموس قالت له يا كاموس يا ابني كمل العمل ابوك. كاموس والله سمع كلام امه، راح حارب الاكسوس وبرضه مات. تسكت؟ لا، راحت لابنها الصغير احمس قالت له يا ابني بص بقى ابوك واخوك الكبير عملوا عليهم، خش يا احمس بقى. فالملك احمس ربنا وفقه والحمد لله وطرد الاكسوس. فتقديرا لدور هذه الملكه العظيم في المقاومه وتحرير البلاد، الشعب المصري رايح تحت القصر وقاعد يقول وحوي يا وحوي اياحه، يعني عاش او عاشت اياحه اللي هي الملكه اياحد. وكلمه اياحد لوحدها في اللغه الهيروغليفيه بتعني القمر، اي
مرحبا مرحبا ايها القمر الجديد. يعني المصريين كانوا برضو بيستخدموها انهم يستقبلوا اي شهر جديد. حلو قوي، ما اختلفناش، يعني تمشي معانا على استقبال شهر رمضان. حلو قوي. ناس تانية قال لك لا، الجمله دي اصلها من العصر القبطي، العصور القبطيه، وكانوا بيقولوا وحوي يا وحوي ايوحى، برضو معناها اقتربوا اقتربوا لرؤية الهلال. يعني حتى برضو في العصر القبطي ما اختلفناش بكتير عن المعنى او الحدث اللي هو استقبال قمر او هلال جديد. ناس تانية قال لك لا، دي اولها بقى في عهد الفاطميين. الفاطميين لما جم دخلوا مصر كانوا جايين على رمضان، قرفتهم كانت حلوه، والمصريين ساعتها كانوا اول مره يعملوا الفوانيس عشان ينوروا بيها الشوارع بالليل. فالمصريين صنعوا كميات فوانيس كبيره جدا عشان ينوروا بيها الشوارع، ونوروها وخرجوا يستقبلوا الفاطميين بالفوانيس الجديده. وعلى دخلة رمضان وقعدوا يقولوا للفاطميين وحوي يا وحوي ايوح، نورتوا يا فاطميين، اهلا وسهلا. اذا المعنى في الثلاث عصور واخد بالك معناه استطلاع او استقبال هلال او قمر شهر جديد، سواء كان في الهيروغليفيه او المصريه القديمه او في اللغه القبطيه او حتى في ايام الفاطميين. فالمعنى كله لو تلاحظ ان هو متركب على شهر رمضان، ومع طبعا انتقال الازمان والجمل من الزمن ده للزمن ده للزمن ده، الجمل فضلت مستمره، ولكن دايما بتلاحظ ان الاختلاف بيبقى في الاصل بتاعها. ولكن احنا اللي يهمنا ان الجمله دي فضلت عايشه، سواء كان مئات السنين او الاف السنين، ووصلت لنا لحد دلوقتي، وهتفضل عايشه ليوم القيامه طول ما شهر رمضان بيجي علينا، وطول ما في عيال صغيره واطفال حلوه بتاخد الفوانيس وتنزل الشوارع وتقول وحوي يا وحوي ايوح. تمام كده احنا جملتنا المفيده الاولى خلصت. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى فعلا انها تكون كانت مفيده واستفدتم منها معلومه جديده، سواء اللي كان عارفها او حتى اللي كان مش عارفها. اكون النهارده ان شاء الله ضفت له حاجه جديده له في اول حلقه من حلقات برنامجنا الجديد في رمضان، وهو جمله مفيده. وزي ما انتم متعودين، لو عجبتكم الحلقه لايك وشير، لو ما عجبتكوش اعملوا لها برضه لايك وشير. احنا في رمضان هتنزل كده، مش هتلاقي الحلقه اللي قبليها، وهتطلع برضه مش هتلاقي الحلقه اللي بعديها، لان دي اكيد اول حلقه في شهر رمضان. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل، واول جمله مفيده في اول يوم رمضان وحوي يا وحوي يوحى. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.